يلا بسرعة نجري من هنا. اجروا. ديناصورات؟ لا حرام عليكم بجد، يا نهار ابيض، انتوا جبتونا للديناصورات. حضارة ايه دي يا صوفيا اللي قامت هنا من 80 مليون سنة؟ حضارات ايه يا ابله صوفيا هنا بس؟ بعد اذن حضرتك اشفطينا من الزمن ده، دي ديناصورات، فاهمين يعني ايه ديناصورات؟ لا يا صبري، اهدى كده واقعد جنب النار معايا هنا، ما تقلقش، هما بيخافوا من النار. استاذ سليم، هي الديناصورات انقرضت ازاي بالرغم من اعدادهم الكبيرة والمتنوعة دي كلها؟ في اكتر من نظرية لانقراض الديناصورات مش مثبتة علميا. مستر سليم، وما هي أقرب نظرية وأكثرها دقة لحقيقة انقراض الديناصورات في رأيك؟ هي نظرية اصطدام كويكب او نيزك بالارض في خليج المكسيك، وبسببه انقرض حوالي 75% من الكائنات الحية من على وجه كوكب الارض. من 66 مليون سنة تقريبا كان في نيزك ضخم حجمه قد مدينة كبيرة ووزنه حوالي 460 تريليون طن. بيقرب النيزك المدمر ده من الأرض بسرعة 19 كيلو متر على الثانية، وبالسرعة دي يقدر النيزك يعدي المحيط الأطلسي في 4 دقايق ونص. وبحكم جاذبية كوكب الأرض اخترق النيزك الغلاف الجوي وصدر منه صوت فرقعة قوية رهيبة ممكن تسمعه من أي مكان في الكوكب. صحي جميع حيوانات كوكب الأرض خايفة، ولما رفعوا راسهم للسماء يشوفوا إيه ده؟ شافوا صخرة عملاقة مشتعلة في الجو لدرجة إنه منور السماء كشمس تانية ظهرت من العدم. انفصلت أجزاء صغيرة من النيزك الأصلي وبدأت تضرب الأرض بقوة. الطيور والزواحف الطائرة حست بالخطر اللي جاي عليها، طارت في السماء لفوق لأبعد نقطة تقدر توصل لها علشان تبعد وتهرب بحياتها. تولدت مستويات عالية جدا من الطاقة لحظة اصطدام النيزك بسرعته الساحقة وكتلته الهائلة. اتحولت لانفجار رهيب بقوة 150 تريليون طن TNT. دمر الانفجار جزء كبير قوي من القشرة الأرضية وطارت لمسافات عالية جدا لفوق. وبدأت موجة رهيبة تانية من الطاقة تتحرك في كل اتجاه، خلعت الأشجار من جذورها ووقعتها على الأرض زي لعبة الدومنة. وتحولت الطاقة دي كلها لحرارة حرقت الأشجار والغابات في موقع الاصطدام وخلتهم قطع فحم في لحظات. باقي الديناصورات في الناحية التانية من الكوكب حاولت تهرب وتجري لأي مكان، لكن موجة نيران الاصطدام لحقتهم. سبب اصطدام النيزك بزلزال قوي جدا هز كوكب الأرض بقوة، ونشأت موجة تسونامي عملاقة كانت أعلى من برج القاهرة بمرة ونص. الموجة دي قضت على باقي الديناصورات الناجية من حريق الغابات. الديناصورات الطائرة طارت لفوق قوي علشان تبعد عن الحرايق وأمواج التسونامي العالية، بس ده ما كانش كفاية لأنها كانت لازم تهرب من الصخور المشتعلة اللي بتقع عليها من السماء كل شوية. سقوط الصخور المشتعلة استمر بعد الاصطدام لساعة أو أكتر، وكانت صخور كبيرة وعملاقة. الصخرة الواحدة منهم قد عربية أو أكبر منها بشوية. طلع رماد وغبار كتير في طبقات الجو العليا درجة حرارته عالية جدا لدرجة إنه تحول لشكل من أشكال الحمم البركانية. ومع تأثير الجاذبية الأرضية رجعت الحمم المشتعلة دي للأرض مرة تانية وتسببت في المزيج من الحرايق من جديد. هددت الصخور البركانية المتساقطة حياة الديناصورات الطائرة أكتر وأكتر.
واستمرت في الهرب من الصخور المحترقة وحرارة الحرايق المشتعلة في كل مكان على كوكب الأرض. بس النار والحرارة دي كلها اتسببت في حرق ريش الطيور بالكامل، ومن غير ريش ولا الطيور ولا الديناصورات دي هتعرف تطير في الجو تاني. بعد 10 ساعات من اصطدام النيزك بالأرض هربت الديناصورات اللي لسه باقية في اتجاه الشمال عند المستنقعات. الديناصورات العملاقة زي التيركس رجلها كبيرة وهتعرف تعدي المستنقعات بكل سهولة، لكن في ديناصورات تانية رجلها صغيرة وهتغرق في الطينة والمية. بعد شهر من الاصطدام انطلق حوالي 15 تريليون طن من الرماد في الغلاف الجوي، منع وصول أشعة الشمس، وبدأت حرارة كوكب الأرض تقل لدرجة التجمد. وبسبب غياب أشعة الشمس توقفت النباتات عن إنتاج الأكسجين وما قدرتش تحقق عملية التمثيل الضوئي وماتت. باقي الديناصورات معرفتش تتنفس بسهولة بسبب نقص الأكسجين والغبار المنتشر في الجو. ومع اختفاء الشمس في السماء كان ليها أثر سلبي كبير على تكاثر العوالق البحرية، واختفت هي كمان، وتأثرت الحياة البحرية جدا بقلة الغذاء. النيزك وقع في مكان كان غني بعنصر الكبريت، فمع الانفجار والتصادم تبخر الحمض السام واختلط بالسحاب، والنتيجة كانت أمطار حمضية على كل كوكب الأرض. هربت الديناصورات اللي بتطير وباقي الطيور المختلفة من الأمطار الحارقة واستخبت في الكهوف. اللي عاش بعد الكارثة كان عدد مش كبير من الديناصورات والحيوانات والطيور. الاصطدام لوحده ما كانش السبب الوحيد لاختفاء الديناصورات، لأن النيران دمرت معظم النباتات اللي بتتغذى عليها الديناصورات، ومن غير الغذاء ده انخفضت أعدادها بشكل سريع جدا. ودي كانت أزمة غذاء جديدة لباقي الديناصورات اللي بتاكل اللحم. اختفاء العوالق المائية والأمطار الحمضية دمرت باقي الكائنات البحرية في البحار والمحيطات. وبرغم ان الطيور نجحت في تجنب الانفجار والتسونامي، لكنها ملقتش اكل مناسب ليها، واضطرت تغير نظامها الغذائي للحبوب والبذور اللي نبتت بعد الكارثة دي. الطيور والزواحف الطائرة كانت تقريبا هي اللي نجت من اكبر انقراض جماعي على سطح كوكب الارض. ياه، ده الموضوع طلع كبير قوي واحنا ما نعرفش. يلا بقى نلحق ننام شوية قبل النهار ما يطلع علشان قدامنا يوم طويل. ناموا انتوا، انا هسهر جنب النار عشان ما تطفيش. شفتوا؟ مش انا قلتلكوا ان هنا مفيش حضارات خالص، صدقتوني دلوقتي؟ صوفيا، احنا بقالنا فترة هنا في الزمن ده ومفيش غير ديناصورات وبس. صحيح مستر سليم، خلال هذه الفترة لم نجد أي حضارة، لكن ايه يا صوفيا؟ عندما كنت داخل القبو السري وجدت على الإنترنت رسومات حضارية محفورة على جدران هذه الكهوف تدل على وجود مخلوقات حضارية قد عاشت هنا منذ ملايين السنين. رسومات محفورة على جدران الكهوف؟ هم شافوا مذكراتي على الحيطة بعد السنين دي كلها؟ يا نهار اللو. DJ Nero.